ميكروفون أنوار. الكشافة الإسلامية الجزائرية كان هدفها الأول والأساسي وهو تكوين الشخصية الجزائرية المنضبطة دينيا وسياسيا واجتماعيا، لأن الشهيد محمد بوراس ورفقائه خاضوا هذه الحرب من أجل تكوين الإنسان الجزائري الذي سيكون له دور فعال في تحرير البلاد وفي الحفاظ على البلاد. والدليل على ذلك هو مشاركة الكشافة الإسلامية الجزائرية بصفة فعالة أثناء ثورة التحرير، سواء في نقل المعلومات، في نقل الرسائل، أو في نقل الأخبار بين أفراد جيش التحرير وجبهة التحرير الوطني. وأن الكشافة الجزائرية واصلت عملها الثوري الانضباطي أثناء الاستقلال بترسيخ فكرة الجزائر الحرة المستقلة من أجل توحيدها من كل مكوناتها، والذي يهدف إلى بناء الدولة الجزائرية الحديثة. لما تأسست الكشافة الإسلامي بقيادة محمد بوراس كان هدفها آنذاك هو المشاركة في الثورة ونيل الاستقلال، ودفعت الكثير من الشهداء. وبعد الاستقلال دخلت في مجال آخر، حيث أصبحت مدرسة ثانية بعد مدرسة التربية، وعلمت أبنائنا الدين والأخلاق والإسلام والوطنية والانضباط. أصبحت تقريبا سكنة بدون سلاح، علمتهم كثير من الأمور التي يحتاجها ابننا اليوم نحتفل بهذا اليوم تخليدا للكشافة. ومن هذا المنبر أحيي وأهنئ كل الكشافة الإسلامية في الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن. الكشافة دورها تربية، يعني المبادئ نتاعها تربية وطنية وتربية دينية. هذه الأولى. حاليا احنا نربوا في شباب. انا تشوف انا عندي 86 عام راني ما زلت معاك، لكن عندنا شهداء. احنا نذكر لك من اللي لازم تفكرهم: سيادي قادة بطل، دنداني بوزيان ملازم دنداني بوزيان، الكابيتان داوي سعيد، بالمواز مصطفى، ماجور المشري، بندويفع بالقاسم، بندويفع احمد. هذو كل من صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية، تربوا في الصفوف الكشافة الجزائرية، وكلهم إطارات في جيش التحرير. في نفس الوقت شهداء السلاح في ايديهم. الكشافة الإسلامية قدمت خيرة أبنائها أثناء الثورة التحريرية، وذلك لبنائها الأسبق من طرف القائد الراحل الشهيد محمد بوراس، الذي كون هذه البذرة التي كان لها دور فعال في الثورة التحريرية. وكذلك أبناء الكشافة الإسلامية في هذه المنطقة، منطقة آفلو، قدموا الكثير والكثير، فرحم الله الشهداء وجزاهم عنا خير الجزاء. الحركة الكشفية في بناء النشأ تقدم في هذا المجال القيم الأخلاقية التي تجعل المجتمع متضامنا ومتكافل، وتجعل المجتمع متآخي ومترابط. ولهذا الكشافة لها دور عميق في بناء مجتمعا قويا يقدم كل شخص منه نفسه ويقدم جهده لبناء هذا الوطن. كل المجالات شاركت الكشافة الإسلامية الجزائرية، وهذا من مبادئها. الكشافة هذه تربية وطنية ومحلية، وإحنا اليوم رانا مازلنا معها. عندي 78 عام مازلنا في الكشافة. 18 واحد اللي طلعت الجبل من الكشافة الإسلامية الجزائرية. الشهداء نتاعنا احنا راهم معروفين، الله يرحمهم إن شاء الله. الكشافة الإسلامية الجزائرية هي مدرسة، ومدرسة عريقة جدا وكبيرة جدا منذ تأسيسها من طرف الشهيد محمد بوراس إلى اندلاع ثورة التحرير بمجموعة 22 مفجري الثورة، منهم 18 كشاف، وتساهم جدا في تنمية المجتمع، ودفعت قوافل كثيرة أثناء ثورة التحرير. فجل شهداء الوطن هم من منتسبي الكشافة الإسلامية الجزائرية بقاداتها وبجنودها. إلى بعد الاستقلال واصلت مسيرتها هذه المدرسة التي لا تزول بزوال الرجال، فهي عندها دور كبير في تنمية المجتمع وفي بناء شخصية الشاب الجزائري، في غرس القيم، قيم الأخوة، قيم الوطنية، القيم الدينية. تحرص كذلك على التربية الدينية وغرس الروح الوطنية وحب الوطن الذي يجري في دماء أبنائها.